السلام عليكم الحبايب ديالي، نتمنى نلقاكم هذا الفيديو في احسن الاحوال في اتم الصحه ان شاء الله. نبداو الفيديو ديالنا بالصلاه على رسول الله، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. كيف ما كتعرفوا رمضان على الابواب، الله يدخلوا علينا وعليكم بالصحه والسلامه وباش ما كتمنوا ان شاء الله. اليوم باذن الله غادي نشارك معكم القنينطاس اولا لي سيغار ديال البيان، وندوزو المقادير. هنايا عندي 500 غرام ديال الكاوكاو اولا البيان، وهنا عندي كاس ديال الزنجلان اللي حمصته غير شويه وطحنته مزيان. عندي ملعقه الزبده، اصفر بيضه، وعندي هنا رشيشه ديال القرفه كيف ما كتشوفوا، وعندي هنايا قليل من الماء الزهر على حسب الكميه اللي غادي نحتاجو. بالنسبه للقرفه اللي ما كيبغيهاش هي كتكحل لنا العقده، ولكن كتعطي لنا واحد المذاق اللي بنين بزاف، كتواتى بزاف مع البيان. صراحه كتعطي واحد المذاق غزال بزاف. وبالنسبه للمسكه الحاره انا علاش ما درتهاش، حيت عندي العسل مصيبه على يدي ودايره فيه المسكه الحاره، هذاك الشيء علاش ما درتهاش هنايا في العجينه. هنايا خلط هاد النواشف مزيان كيف ما شفتوا معايا. دابا هنايا غادي نضيف هاد اصفر بيضه وملعقه الزبده، وفي الاخير غادي نجمعو بالماء الزهر. بالنسبه للبيان غادي يبان لكم العقده يعني ماشي مطحونه بزاف بحال العقده ديال الملوزه. انا كيعجبني نخليها بهذا الشكل هذا، يعني فاش كتاكلوا القنينطاط اولا لي سيغار ديالكم كتحسوا بداك القرمشه ديال الكاوكاو. واللي كيبغي انه يطحنهم يعني بزاف يمكنكم طحنوهم اكثر من هيدا، فهيداك ما غاديش يحتاجوا لكم يعني كاع هاد ملعقه الزبده، غادي اصلا كيجيو هما يعني رطب بلا ما يحتاج عاد تضيفوا لهم شي حاجه باش تجمعوا العقده. يمكنكم تكتفوا غير بالقرفه والماء الزهر. المهم كيبقى كل واحد والطريقه ديالو، انا كنشارك معكم الطريقه ديالي كيف ما كنديرهم كل عام. كيجيو الصراحه بنانين بزاف، ماشي كنشكرهم لكم، ولكن ان شاء الله باذن الله الا جربتوهم غادي يعجبوكم. بالنسبه للمزهر صافي هنايا درت انا 2 ملعقات تقريبا هيداك ديال المزهر، ما غاديش نزيد. حاولوا انكم ما تكثروش دائما المزهر حيت المزهر كيقصح لينا العقده. بالنسبه للسكر انا هنايا بالنسبه لنص كيلو ديال البيان طحنت فيه 3 المعالق كبار ديال السكر. كاين اللي كيدير كاس، انا صراحه كنحاول نقص من الحلاوه بحكم البيان حلو، وغادي نديرهم باقي في العسل. صافي دابا هنايا غادي نلويهم ونرجع معكم. صافي هنايا شكلتهم بهذا الشكل هذا على شكل سيجاره ولا قنينطات، هانتوما كيف ما كتشوفوا. واخا القرفه كتكحل لنا العقده شويه ولكن ماشي مشكل، اهم حاجه المذاق هو اللي ضروري. بالنسبه للورقه قطعتها بهذا الشكل هذا، غادي نشارك معكم كيفاش كنقطعها. بالنسبه للاخوات اللي ما كيعرفوش يعني كيفاش يقطعوا الورقه ديال على شكل سيجار، طريقه اللي سهله. ودائما حاولوا انكم تخرجوا الورقه يعني شويه بشويه، يعني خرجوا واحد الكميه اللي قليله تخدموا حتى يكون باقي خصكم عاوتاني وحيدوا اخر. دائما خصها تبقى في البلاستيكه باش هكذا كتبقى محافظه على الرطوبه ديالها وما كتنشفش ليكم. صافي هنايا كنطويها بحال هيدا وكنقطعها على 3 كيف ما غادي تشوفوا معايا. طريقه اللي سهله بزاف وبسيطه، وبالنسبه للناس اللي بغاهم في الحجم يجيو اكثر من هيدا عاوتاني كتقطعوهم كبارين على هيدا. الطريقه هذه سهله الصراحه، ومن الاحسن دائما تمشيو تشريو الورقه. حاولوا انكم تشريو الورقه ضربوا، حيت كتكون الصراحه مزيونه بزاف، كتكون رطبه وكتلعبوا فيها كيف ما بغيتوا. انا صراحه دابا ما لقيتهاش حيت باقي ما بداوش كيستعملوها، كاينه على الورقه العاديه وصافي. هنايا عندي شويه د الطحين مع الماء باش كنشدو بها القنينطات. اللي ما كيبغيش يديرو يمكنكم تستعملوا بياض ديال البيض. صافي وهنا القنينطات ديالنا كنشدوهم بهذه الطريقه هذه، الطريقه اللي سهله. صافي هنا نزيد نشارك معكم واحد الوحيدات باش تفهموا الطريقه مزيان. ودائما لي سيجار اولا البريوات حاولوا انكم قبل ما تقليوهم تخليوهم ينشفوا على الاقل واحد نص ساعه باش كتنشف الورقه مزيان، كتنشف من داك الدقيق اللي كتشدوا به اولا البيض، المهم على حسب باش ما شديتوهم كينشفوا لكم مزيان باش ملي كتقليوهم ما كيطرطقوش لكم. وحتى هاد الطريقه بحال هيدا حاولوا انكم تطلقوا يعني بزاف ديال الورقات ولويو وفي الاخر رجعوا شدوا في خطره.
الطريقة هذه عملية بزاف وكتسهل عليكم. صراحة أنا كندير حتى ل6 7 في خطرة، وهيدا كيجيني بحال يعني كنسربي دغيا. صافي نكملهم ونرجع معاكم. صافي هنايا كملت لي سيجار ديالي كاملين، دابا غادي نخليهم ينشفوا مزيان. ديك الساعة ندوز ونشارك معكم الطريقة ديال القلي. صافي هنايا عندي الزيت سخونة، كنت كنقلي فيها البريوات، وغادي نكمل مباشرة غادي نقلي موراها لي سيجار. بالنسبة للبريوات ولي سيجار واخا تقليوهم مورا بعضياتهم ما كاينش المشكل. بحال الشباكية ما يمكنش نقليو موراها البريوات اولا لي سيجار كما كتعرفوا. يعني بالنسبة للشباكية يعني الزيت ديالها ما كيبقاش نقي بحال ديال البريوات. صافي دابا هنايا كنطيح واحد الكمية. في الاول كتكون عندكم النار مجهده باش ما كيطيحوش لكم القاع. كما كتحسوا بهم بداو كيشدوا راسهم شويه، كتحاولوا تنقصوا عليهم النار، ولكن ما تنقصوش النار بزاف، خليو النار متوسطه باش هكذا الورقه ما كتيبسش. وحاولوا انكم ما توقفوش من التحراك. هنايا عندي العسل كيف ما قلت لكم. بالنسبه لهذا العسل راني دايراه في القناه العام اللي فات، غير فتشوا في الفيديوهات وغادي تلقاوه. الصراحه كيجي ناجح 100% وكيخرج غزال صراحه الله. صافي هنايا لي سيجار ديالي عندي كيتقلاو. كتحاولوا انكم تشوفوا شي مغروفه د الخشب غير بالرجل ديالها، يعني شي حاجه احسن تكون رقيقه، وكتبقاو تدوروهم بحال هيدا. ما كنوقفوش من التحراك، يعني ماشي كنحركو بزاف، كندوروهم بالمهل باش هكذا كيحمروا لنا من جميع الاتجاهات. صافي وهنايا من بعد ما حماروا، انا الصراحه ما كنخليهمش يحمروا بزاف، يعني كياخذوا داك اللون الذهبي وكنحيدهم، يعني كيكملوا داك اللون في العسل. ما تحاولوش تخليوهم يحمروا بزاف، الا خليتهم يحمروا بزاف ملي غديروهم في العسل وغادي تخرجوهم غادي يعطيوكم داك اللوين خايب بحال محروق. غير يكونوا اللوين ديالهم ذهب بحال هيدا كيف ما كتشوفوا. كنحيدوهم وانا كنخليهم في العسل حتى كنقلي القليه الثانيه، وداك الساعات عاد كنحيدهم من العسل. دابا هنا غادي يبان لكم انا دغيا زولتهم، ولكن انا يعني طبعا كنوقف الفيديو حتى كيتقلاو وعاد كنكمل معكم التصوير، باش هكذا ما يجيكمش الفيديو طويل بزاف وممل. كنحاول نشرح لكم غير اللقطات اللي مهمين. صافي دابا هادو غنخليهم في العسل وغادي نحط القليه الثانيه عاوتاني تقلى. صافي ومن الاحسن دائما الزيت تكون واحد الكميه اللي تكون كبيره، يعني ما تكونش كميه قليله، واحد الكميه اللي تغطي لنا البريواز اولا لي سيجار دائما، باش هكذا كيتحمروا لنا من جميع الاتجاهات كيف ما قلت لكم. صافي دابا هنايا غادي نحيد هادوك من العسل، وديك الساعه ديك القليه الثانيه عاوتاني كنحطها، وانا مش حتى كنسالي لي سيجار ديالي، وغادي نرجع معكم في شكل نهائي ان شاء الله يا ربي. بالنسبه للعسل حاولوا انكم ما تسخنوهاش، خليوها كيف ما هي. ملي كتحطوا فيها لي سيجار ديالكم سخونين اولا البريوات ولا حتى في الشباكيه، هي راسها كتخفف ليكم. الا سخنتوها كتولي خفيفه بزاف، ما كت يعني ما كت فاش كتحطوا فيها لي سيجار ديالكم ما كيهزوا لكمش العسل، ما كيجوش معلكين. وهذا هو الشكل النهائي ديال لي سيجار اولا القنينطات ديال البيان. صراحه كيجيو غزالين، كيجيو فنين معلكين، شاربين العسل كيف ما كتشوفوا. حاولوا انكم تخليوهم مزيان في العسل حتى كيشربوا لكم العسل مزيان. غير حاولوا البيان ما ديروش فيه السكر بزاف ملي طحنوه، باش كتجيكم الحلاوه هي هذيك، ما يجيوكمش ما يغلبوكمش في الحلاوه. هانتوما كيف ما كتشوفوا كيجيو معسلين ما شاء الله تبارك الله. حقكم في الجنه ان شاء الله. ونتمنى نكون خفيفة على قلبكم، ونتمنى يعجبكم هذا الفيديو وتكونوا استفدتوا معايا فيه. دمتم في رعاية الله وحفظه.